هل مستويه ولا لا. قصر كده وبقى لطيف، والاكله شكلها تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق كده. حلو جدا، الملح مظبوط جدا. سيبنا بقى من الصوص والحاجات دي، احنا عايزين نشوف الاساس. حلوه جدا. تاكلوا بط بس بطريقه جديده، يعني طريقه انتوا ما اكلتوهاش قبل كده خالص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. محمد شامي يحدثكم من المطبخ. عادي مفيش اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه قدوم رمضان. وقعد بقالي فتره عمال افكر عايزين نعمل حاجه جديده ومختلفه. فواحد ابن حلال شرع عليها شورى، غالبا والله اعلم هتبقى شكلها كده شورى، والله اعلم مهببه. ليه بقى؟ قال لي ايه، انا هجيب لك شويه صدور بط مخليه. قلت حلو. بقالي بقى 3 ايام عمال اتفرج على ايه بقى الوصفات. دخلت شفت كل الوصفات اللي موجوده على اليوتيوب كلها بره. صدر البط هناك بيجي قد كده وبالجلد بتاعه، وفي كميه فات، كميه دهون قد لحمه البطه، كميه دهون قد كده، واختراع وشغل حاجه تفتح النفس. الراجل جاب لي الطبق، فتحته فلقيت فيه فراخ بانيه. بعدين قلقت، قلت يمكن دي فراخ بانيه وجت بالغلط، ما بتحصل. فبصيت على الورقه فلقيت الورقه مكتوب عليها ايه، صدور بط منسوعه الجلد والعظم يعني. فده بط بس هو مدي على فراخ. انا هحاول اعمل نفس اللي انا شفته، بس طبعا هو مش هيطلع نفس الشكل، بس هنجرب حاجه جديده ومختلفه. والسعر الكيلو ده سعره عامل 200 جنيه، فهو قريب شويه كتير من البانيه. تعالوا نجرب لو هنعمله بوصفه لطيفه كده، ويا رب تطلع معانا حلو. طبعا انا مصرت الوصفه شويه، تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجه بقى ايه، انا طبعا هتعامل معاها ان هي الصدور الكبيره اللي انا شفت الفيديوهات بتاعتها. انا غسلت طبعا الصدور اللي جت. طبعا بصوا الصدر الثاني، الصدر اللي كان شغال عليه قد البلانشه كده. هو عمل ايه بقى؟ طبعا كان في جلد، والحاجات دي مش في اللحمه خالص، ده هم بيعملوها في الفات، يعني في الدهون نفسها. فادينا انا هحاول ونشوف. وعلى ما اعتقد اللي انا بعمله ده ملوش لازمه، لان غالبا البط هنا احجام بتاعته مش كبيره، اللي هم بيعملوه هنا المستخدم ده مش كبيره، فهيستوي على طول. هو عمل كده، اداها اكسات كده رايح جاي، فخلاها ايه، مربعات كده، فتحها. تعالوا نعمل بقى ده كده في السريع كلهم كده. وعايزين برضو انا هبقى اجربها في مره ثانيه، اعملها بانيه بالبيض وبالبقسماط ونشوف هل هتطلع حلوه ولا لا. لو حد جرب موضوع البانيه ده يقول لي هل هو اختراع ينفع ولا مش هيبقى الطف حاجه. بعد بقى ما شرحنا الحاجه هنبدا نتبلها. هتاخد اول حاجه صويا صوص. حاجه غريبه قوي، لسه مفتوحه بس يعني هي مقفوله بس مفتوحه. هنحط بقى كده صويا صوص حبه حلوين عشان يدينا اللون البني. هنحط شويه ملح، وهنحط شويه فلفل، وهنحط شويه جوز الطيب. طبعا انا معدل شويه في التتبيله، هم بيحطوا جنزبيل بس انا الجنزبيل مش صحاب قوي فما حطيتش. نحط شويه بابريكا، وهنحط بصل باودر، توم باودر، ونقلبهم. لا استنوا بس قبل ما نقلبهم عشان هنوسخ المعلقه، فهجيب السمنه بالمعلقه وبعد كده اقلبهم. طبعا الوصفات كلها موجوده على النت. هم ما بيحطوش اي نوع من انواع الدهون خالص، هم بيعتمدوا على الدهون اللي بتبقى في قلب الصدر. فبيسخن الطاسه جدا ويروح حاطط الصدر، فيبدا يسلي ويبدا يستوي في الدهن بتاع البط نفسها. طبعا بما ان دي ما فيهاش دهون نهائي، فهضطر احط لها حته سمنه بلدي. انا مش هولع عليها دلوقتي لغايه لما اخلص تتبيل، بس انا عشان ايه، اوسخ المعلقه توفيرا يعني للمجهود. طبعا التتبيله اللي احنا حاطينها تتبيله قويه، فانت مش محتاج تفضل سايبها. طبعا لو يستحسن نسيبها تريح شويه يبقى حاجه لطيفه جدا. بس احنا نبدا بقى على طول. هنشغل بقى النار، نجيب المسك بتاعنا، ونستنى بقى السمنه دي تسيح ونبدا نتعامل. لو اي حد يا جماعه بيعمل اي طريقه للبط غير البط اللي احنا نعرفه، اللي هو مسلوق او معمول في الفرن مرتة او ايا كان، بيقول لنا ممكن نعمل ايه، وايه القطع اللي ممكن تتباع لوحدها في البط زي البانيه ده. هل في شيش بط، شيش طاووق بط؟ نوطي بقى النار شويه. هي كده السمنه بقت تمام. نبدا بقى ناخد الايه، الصدور الجميله بتاعتنا دي، نفرد ونفرش. في طبعا شويه فلايت هنا كمان، فلايت الصدر رهيبه، دي اللي هي هتتنقط واحنا شغالين. نحط القطع الكبيره الاول. بص انا موطي النار، ودي من الحاجات اللي هم قالوا عليها، خلي النار واطيه تزوزتهم على بعضيها. وممكن تحط روز ميري، لقيت ناس حاطه روز ميري وناس حاطه شبت، وانا بحب الشبت اكتر الصراحه. وفلفل حامي برده حته كده تاخد وتدي بشكل ودي. هنخلي بقى الشبت ده نحطه في الاخر علشان ما يتحرقش مننا ويدي يطعم معانا الموضوع. هو لغايه دلوقتي بتعامل مع فراخ، بس هي برضو ماسكه نفسها شويه عن الفراخ يعني، والريحه بدات تطلع شويه مختلفه. طبعا الوقت هناك
كان بيتقال ان هي بتقعد ربع ساعه على الناحيه دي وربع ساعه على الناحيه دي، بس هنا ما اظنش ان احنا هناخد الوقت ده كله، لان هي اضعف بكتير جدا وارق بكتير جدا من الاجزاء اللي هم كانوا بيعملوها. بس هنتاكد بقى اي حته فيها تجويف بتاع ان هي مستويه من كل الجوانب يعني. فهشوف هتاخد وقت قد ايه واقول لكم. لازم بقى تتاكدوا يا جماعه ان هي مستويه من كل الحتت. بس بصوا دي حته صغيره اهي بس دي استوت. تعالوا نجربها. عايز اتاكد اصل انا دلوقتي شاكك ان هي فراخ الصراحه. هو بط على فراخ يعني ايه؟ ما هي مش فراخ بس برضه مش بط، ولا احنا متعودين على البقاريز ولا ايه مش عارف. هنبدا بقى ايه نسقط شويه الشبت كده. الشبت ده من الحاجات الظريفه جدا يا جماعه، العطريه الخطيره. هندي بقى تقليبه كده مع الشبك والحركات. هو كده ايه يعني شبه 60% مستوي. هل مستويه ولا لا؟ تعالوا بقى. لا لسه. نخلي النار واطيه ونقلب فيها لغايه لما نتاكد ان هي استوت بيرفكتو. ولسه هنعمل لها صوص كريمه بالمشروم وهتنزل تكمل بقى بقيه الشغل فيها. عايز اقول لكم ان القطع الصغيره استوت جدا، فهي بدات اصلا وانا بقلبها بتتقطع معايا كده. اللون بقى حلو، شكلها بدا يبقى حلو. نبدا بقى بعد ما قفلنا عليها نطلعها في طبق ترتاح سيكه. ده توم ولا حته بط؟ لا ده توم. هنبدا بقى نشغل النار على خفيف كده وسريع. ايه ده عماله بيدخن جامد كده. وسريعا كده ايه هنروح منزلين بقى شويه المشروم دول. طبعا هي بدايه من كده تتاكل خلاص، بس احنا ايه بما ان احنا هنعملها اكله بقى وممكن ما نحطش فيها مشروم. يعني ممكن تعملوا لها صوص كريمه من غير مشروم، وممكن لو مفيش كريمه نعمل صوص بالبشاميل عادي بالحليب، وممكن الحاجات الجاهزه اللي هي الوصفات الجاهزه اللي هي الباودر دي اللي بتحط عليها شويه ميه وبتشتغل. يعني ايه المتاح نعمله، مش لازم نقفل الدنيا ونقعد نقول ايه الدنيا بايظه يا عم شامي وانت بتستفز الناس. مفيش اي استفزاز والله يا جماعه، عادي. هو المتاح بنشتغل بيه، واي حد عنده حاجه متاحه يقدر يشتغل بيها عادي. يعني الموضوع مش ثوابت يعني، بس احنا بنقول مع بعض افكار مختلفه لا اكتر ولا اقل. هنشوح بقى شويه المشروم كده زي ما انتم شايفين، بس انا بقى مش عايز اعملها تقيله، يعني مش عايز اعملها بالدقيق وبتاع. انا هحط شويه كريمه كده كانوا فاضيين عندي، ولو حبيت اربطها بعد كده هبقى اربطها. عندي بقى شويه كريمه لباني. النار واطيه خلاص، هو المشروم ما بياخدش وقت يعني. وطبعا احنا ما بنرميش حاجه، انتوا عارفين علبه الكريمه بقت بكام دلوقتي. فبعد ما نخلص كده نروح ايه حاطين شويه كده شويه ميه عشان نتاكد ان احنا ما سيبناش اي حاجه في العلبه ما استغليناهاش. هنبدا بقى يا جماعه ايه نرجع الصدور في قلب الصوص. معلش حاطط سايب دولت عشان عايز ادوقهم بقى، ونروح منزلين بقى ايه ونسيبها بقى ايه تاخد وتدي بشكل ودي كده مع نفسها وشويه كده، وندوق الصوص نشوف ايه وضعه، هل محتاج شويه ملح ولا لا. بس انا لغايه دلوقتي حطيت ملح كويس، وكان في صويا صوص في الاول فمش محتاجه ملح. بس هدوق الصوص طبعا هيبذل الملح بتاعها شويه. بسم الله. في بوادر بط اهو. 5 دقايق بقى تأثر كده مع بعضيها ونبدأ نغرف وناكل ونشوف الوضع ايه. بصوا النار هادية خالص، سبته 10 دقايق ربع ساعة، أثر كده وبقى لطيف، والأكلة شكلها تحفة، الشكل حلو جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق كده. حلو جدا، الملح مظبوط جدا. سيبنا بقى من الصوص والحاجات دي، احنا عايزين نشوف الأساس. تالي برضو ما كانش محتاج ان احنا نعمل موضوع السبعات في تمانيات والسمبوكسات اللي احنا عملناها دي. بسم الله. حلوه جدا. بصوا حاجه مختلفه جدا وطعمها حلو بجد. يعني ايه عارف تاكلوا بط بس بطريقه جديده، يعني طريقه انتوا ما اكلتوهاش قبل كده خالص. مستوي كويس قوي قوي. انا باكل حاجه طعمها جديده، مش طعم البط اللي احنا متعودين عليه، بس في نفس الوقت مش اكله عاديه، مش اكله اعتياديه، مش الفراخ مثلا بالكريمه والكلام ده، لا بالعكس. طبعا معاه شويه رز هتبقى اكله حلوه جدا. ومع العلم طبعا ان صدر البط برده تقيل مش خفيف، يعني مش زي الفراخ. يعني الفراخ لو هيكفيك قطعتين 3، لا هنا قطعه ونص هيبقوا تمام، يعني برده هي تقيله شويه. الكلام ده مش ليك انت طبعا، احنا هنقفل الكاميرا دلوقتي اصلا وهو هيجي ياكل، ولا يا عم يوسف؟ صح بالظبط. صح بالظبط. شكرا ان انتوا شفتوا الوصفه دي. لو عندكم اي وصفات للبط مختلفه يا ريت تبعتوها لنا. ولو حد يعرف نجيب منين الصدر بقى اللي هو اللي قد كده ده، اللي هو بيطلع شبه السنين ده، يبقى يبعت لي يقول لي ممكن اجيبه منين. ليلتكم سعيده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين.